التقرير اليومي لأهم أخبار النادي الأهلي والرياضة المصرية بقدم لك فيه آخر وأهم الأخبار عناوين الرياضة المصرية. عندي خبر النهاردة بداية الأخبار خبر بيقول إن النادي الأهلي وصل لاتفاق أخير مع ديانج، وإن شاء الله ديانج هيجدد مع النادي الأهلي ومفيش تفاصيل، لكن الخبر بيقول إن خلاص التجديد في الرتوش الأخير. عندي كمان خبر بيقول إن للأسف، واعذروني لما بقول للأسف لأن واحد زي أي أهلاوي ما كانش يتمنى إن علي معلول يشوفوا بتيشيرت تاني غير تيشيرت النادي الأهلي. نادي الصفاقسي بيستعد للإعلان عن تعاقد مع علي معلول لمدة 3 مواسم. هتوحشنا يا معلول. عندي كمان خبر بيقول إن زيزو والشناوي بن رمضان ومحمد هاني كانوا النهاردة نجوم الإعلان عن تيشيرت النادي الأهلي الثالث للموسم الجديد. كمان عندي خبر بيقول إن النادي الأهلي بيحذر لعيبته من التعامل مع آدم وطني وكيل اللاعبين، ويتوعد للمخالفين بعقوبات صارمة تصل للاستبعاد مع خصم 25% من الراتب. عندي كمان خبر بيقول إن نادي قاسم باشا يحسم صفقة التعاقد مع أحمد نبيل كوكا الذي حصل على إذن بالسفر إلى تركيا من الأهلي بعد استقرار الناديين على وضع بند نسبة 15% للأحمر النادي الأهلي من إعادة البيع. الخبر اللي بعده بيقول الأهلي يؤجل خضوع حمزة عبد الكريم لفترة معايشة مع بايرن ميونخ الألماني ودون ذكر أسباب. عندي كمان خبر بيقول كذب ماسيو بودمير المدير الرياضي لنادي لوهافر الفرنسي ادعاءات آدم وطني وكيل اللاعبين بشأن استخدام عرض لمحمد عبد الله. النادي الأهلي ينتظر موقف خوسيه ريبيرو من استمرار كاظم إبراهيم مع الفريق الأول في ظل رغبة لجنة التخطيط في انتقاله لنادي ديلفي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل. نادي الوقرة القطري ينفي حول وجود أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية بين النادي الأهلي ونظير الوقرة بشأن أشرف داري. نادي نيوم تراجع عن فكرة ضم إمام عاشور، وفي أخبار بتقول إن إمام عاشور فضل البقاء في النادي الأهلي. النجم الساحلي يعلن عودة محمد الضاوي كريستو للفريق مرة أخرى. اجتمع الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط للحديث عن صفقات الأهلي وكيفية تدعيم الصفوف مستقبلا. اللجنة ترى ضرورة دعم الفريق بمهاجم قوي ولا تحبذ التعاقد مع أي من الأسماء المتداولة. الخبر اللي بعد كده بيقول مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستجرى في دار السلام بتنزانيا يوم 12 أغسطس كحد أقصى. نادي الزمالك العظيم بيخسر أمام بروكسي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. نادي الزمالك العظيم اللي بيتغلب من نادي بروكسي ووادي دجلة، بس هو لو